عسلامة، أنا مبروكة. I'm probably هذه أول مرة تشوفوني في اليوتيوب. إن تحبوا تعرفوا شكون أنا you can check my TikTok ولا my Instagram. سينو تنجموا تكملوا تفرجوا في الفيديو ضايع الفيديوهات الجايين لو تعرفوني. نحب نقول لكم بلي راني عندي برشا ملي كنت نحب نبدا اليوتيوب. I've been procrastinating الحاجة هذه. I think it's time. وسبحان الله ربي سهل باش نبدا اليوتيوب بفيديو all على خاطرني نحب نصرف الفلوس. هو في الأصل ربي راه ما دخلوا حتى شيء. It's all my fault والله. You know I'm in Morocco. الأيامات اللي فاتت مشيت لسوق مراكش وسوق الحد متاع أكادير وعندي لكم all للحاجات اللي شريتهم. I decided to start من الحاجات اللي شريتهم من مراكش على خاطرهم جوز كعبات أكاهاو. Oh my god! واو! وباش نبدأ من أكثر حاجة نحبها probably باين إنه نحبها واللي هما الاكسسوارز وبالاخص الاكسسوارز النقره بين قوسين الفضه اللي لهنا في المغرب معروفين بهم برشا. قبل ما نوريكم شنو خذيت we have a story time على شنو صار لي امس في مراكش في السوق على خاطر نحس باللي لازمني نقول لكم ولازمني نحذركم. يعني اذا كان حتى انتم مغرومين بالحاجه هذوما ولا تزوروا مراكش على خاطر مراكش مدينه ياسر مزيانه ويجوها برشا العباد You have to know this قبل ما تصرفوا فلوسكم في السوق ولا تشروا حاجة. البياعة في السوق متاع مراكش راهم بيعولك الحاجة بالسوم يكون مضروب في 3 ولا 4 يعني 4 مرات البرايس متاعها الحقيقي. امس كي هبط نلوج على الاكسسوارز هذم اللي حاجتي بيهم. يعني انا كانت عندي ايماج متاع نوعية متاع اكسسوارز هما اللي نحب نشريهم لقيتهم في different stores ودخلت وشفت الاسوام. نحب نقول لكم باللي الستورز اللي دخلت لهم الكل ابار واحد واللي هو شريت من عنده تو نقول لكم انا هو باش حتى انتم تشروا من عنده. الستورز هذوكم الكل اللي دخلت لهم كانوا ضاربين لي البرايسز في 4 وفي 5. كون شريت من عندهم الاكسسوارز كنت نوصل نصرف حكايه 400 اورو literally. at some point كنت نخمم اوكي نكمل ندور ونرجع نشري من عندهم على خاطر خممت انه ما عنديش حل ولازم نشري من عندهم. وفجأة probably على خاطرني مبروكة تحط في الستور اللي يمول فيهم اللي يبيع ليهم باش هما يبيعوا بالاسواق هذيكا. شريت الحاجات بربع الحق يعني صرفت ربع الفلوس اللي كنت باش نصرفها عندهم. so please ردوا بالكم دوروا السوق بالباهي ما تشروش من اول حوانيت يعرضوكم. تو نوريكم الحاجات اللي شريتهم تو في الاخر نقول لكم البرايس قداش صرفت على الحاجات هذوما باش تفهموني اكثر. I'm starting زوز pieces اللي كنت نلوج عليهم وياسر نحبهم وياسر فرحانه اني شريتهم. first of all هي الفردة هذه. Look at her, please look at her. ياسر مزيانة و I can't wait باش اني نستايليها. المرأة اللي شريت مع عندها هذوما في الاخر عطتني خاتم بلاش هدتني خاتم خديت من عندها this one. حتى الخاتم هذايا ياسر مزيان ياسر حبيته يبان ذهب امره فضة. والمرأة هدت لي الخاتم هذايا شوفوا امان ما شبه وما حلاه. اذا كان يعجبكم الستايل هذايا في الاكسسوارز تو نحط لكم المرأة اللي شريت من عندها نحط لكم الادرس نتاعها باش ما تحصلوش. سينو المرأة هذه عامله كونسيبت انه هي تعمل بريسلتس والنكلسز بيرسوناليزي. انتم تختاروا الخرز نتاع النكلس ولا الشركه وتختاروا زاد الموتيف نتاعها. نحب نوريكم الشركه اللي عملتها لي اللي obviously اخترت فيها انا كل شيء. وغادي في الستور كانوا فما زاد توريست اللي حتى هما they decided to make the same necklace. I'm so proud to inspire people والله. look at her لبسها اوكي هذه باش نبقى لبستها صاحبتي. let's go ahead. عنا this choker امان by the way. الاكسسوارز كاملين خذيتهم inspired بالثقافة الامازيغية. هذوم ياسر معروفين عند الامازيغ هم يسموهم شلوح ويسموهم الاكسسوارز نتاع الشلوح literally. امان شوفوا مزيان ها
وخذيت زاده زوز سلاسل الاخرين. شوفوا مان، look at this beauty. وعنا last but not least القطعة المزيانة هذه، هي شركة. هذم كانوا الاكسسوارز اللي خذيتهم من مراكش. I don't know اذا كان باش ناخذ من بلايص اخرين. غدوة ماشية للصويرة، كان خذيت اكسسوارز من غادي اكيد تنصور لكم. تو نتعدوا القطعة الاخرى اللي خذيتها من السوق متاع مراكش، واللي هي this bag 100% جلد. هما لهنا يصنعوا الجلد، يبيعوا برشا الحاجات اللي مصنوعة completely بالجلد. الساك هذايا خلصته 55 اورو. هو في الاصل كان حقه 80 اورو، 800 درهم. هذه الحاجة الثانية اللي لازمكم تعملوها كي تجوا لهنا، هو انكم تتساوموا على الحاجة. عمركم ما تشتروا الحاجة بالبرايس اللي يعطيه لكم البياع. لازمكم ديما تعطوا البرايس نتاعكم كما تعملوا في تونس. انا متفكر ملي كنت صغيره ماما كانت تمشي تشري في الفريب، تشري برشا قطعات وفي الاخر تعطيه السوم نتاعها عليهم الكل، وديما تخرج هي رابحه. اقسم بالله ماما تساوم حتى على البطاطا، وبيزيكلي حماتي حتى هي تعمل نفس الحاجه. سينو ديما تساوموا واعطوا اخر برايس ليكم، وصدقوني راهم يطيحوا لكم البرايس. لهنا الوحيدين اللي يرضوا بالبرايس نتاع البياعه هما التوريست القوره. ما تخليهمش يعني يبيعوا لكم الحاجات يكونوا غاليين برشا. شوفوا ساك هذا راه كبير برشا، 100% جلد، وخذيته ب55 اورو. خطيبي كان هو اللي يتساوم معاه. سينا I just realized اني ما قلت لكمش قداش خلصت على الاكسسوارز نتاعي هذوما. خلصت عليهم توتال 1000 درهم، 100 اورو، 9 قطايع exactly. وكلهم كان عندهم برايسز مختلفين. هذه بار اكزامبل كان حقها 20 اورو، المرأة عطتها لي ب10 اورو. باش تفهموا يعني راهو لهنا انك تتساوم مع البياع ياسر مهم، مش انك تخرج رابح وحتى هو راهو يخرج رابح. سيرتو كي تاخذوا هكا برشا حاجات كيفي راهم كانت تساوموا ينقصوا لكم برشا. طبعا تعدوا الحاجات اللي خديتهم من سوق لحد متاع اكادير. خديت اغلبيه حاجات متاع سكين كير، هير كير اللي لهنا راهم معروفين بيهم برشا، وحاجات ديجا كنت عملتهم في ليستا وكنت جايه باش ناخذهم بالذمه. ابر سكين كير خديت زاده هذوما، تو نحلهم ونوريهم لكم. هما كيسين ماكس. ليتس ستارت على بركه الله. خذيت نص كيلو صدر. فما حاجة مكسرة I think. لا متكسرش، مش علاش مبلول بالزيت. anyway خذيت نص كيلو صدر. الصدر نجم تاخذوه اوراق، سينو تاخذوه غبره، وسينو يرحيه لكم قدامكم اذا كان يعني ما عندكمش الثقه. انا واحده من الناس I needed this على الاخر. تعرفوني نعيش في ايطاليا والحاجات هذوما صعيب انكم تلقاهم في ايطاليا. في مخي كان يا كي نروح لتونس نشري، يا كي تواتيني جايه المغرب ناخذه. that's what exactly happened. كي جيت للمغرب هذه كانت اول الليسته نتاعي اني ناخذها. نحب نقول لكم راهو شعري قاعد يعني بطريقه مش عاديه، ياسر مزيت، قاعد يطوال اما ياسر ضعيف. وبرشا قالوا لي مبروكه انتي لازمك الصدر. مبروكه شربت الصدر. ابار الصدر عنا زاده زيت الصدر، سيروم نتاع شعر. هدايا خديت واحد ليا وواحد لماما لخاطر هي وصتني عليه. حتى ذايا الشعري. خذيت باك متاع 4 بيبيز زيت الارغان الطبيعي. لهنا هما راهم معروفين بالحاجة هذوما، اما كوميم لازمكم تردوا بالكم منين تشروهم. ونصيحة تشروهم ديما من عند شنو سميتهم، جمعية I think 2000 years later. تعاونية، هما يسموهم التعاونية. البرودكتس متاعهم ديما يكونوا اوريجينال، وديما ركزوا مع اللون متاع زيت الارغان باش ما تتغشوش. صاحبتي اللي يقول المغرب يقول اعملوا.
تعرفوا شنو هو الاملو؟ الاملو هو عباره على لوز مرحي ويكون بالعسل ولا بزيت زيتونه، يعملوا حتى بالارجان، انتم بتختاروا. انا اخترته بالعسل. هذا بالنسبه لي اذا must have بحكم ناكل ماكله يصير healthy. This is a very important part من الدايت متاعي. نتعدوا للصابون البلدي او السافون نوار متاع المغرب. خذيت 3 حكوك كيما هكا، هذوما باش نهديهم لصاحباتي ما همش ليا. نحب نقول لكم باللي الحكوك كيما هكا الا خديتوهم كيما هكا راهم يتكلفوا لكم غاليين على خاطر تخلصوا زاده الباكاجينج. هذوما خلصتهم 5 اورو الوحده. وخذيت واحد باللويزا ولا لوفيرا، واحد بالورد، وواحد بالخزامه. بالنسبه لروحي الصابون البلدي قررت اني ناخذه صبه على خاطر كي تاخذوه هكا صبه يتكلف لكم بانورو الوحده والكونتيتي بطبيعه اكثر. يعني تخيلوا هذه بانورو وهذه ب5 اورو. انا خذيت هذوما ب5 اورو الغاليين باش نهديهم لصاحباتي ولروحي. خذيت الصبه، خذيت صابون الارجان العادي، خذيت اذايا بالنعناع، وخذيت اذايا اسمه نسيتو يا ربي، نيلة الزرقاء. وهذوما ان شاء الله يكفوني من هنا ل10 سنين جايين. واو! المسواك متاع عرق السوس باهي برشا للسنين. كان عندكم مشاكل في سنيكم تفكروا باش تاخذوا هذايا، اي ابرس يخلي ريحه بنينه في الفم. خديت زاده 2 صابونات بالارجان طبيعيين باش نوريكم توا شنو خديت. متضحكوش عليا، خديت الروج ليفر السحري. بس اذا ماست هاف صاحبتي ما يبيعوش فيه في ايطاليا، شو ما بتبدلش لونه. ريحته مزيانه. هاو بدا يتبدل لونه روز فاتح، ما عرفش كان باين ولا لا. عنا زاده التونر نتاع ماء الورد الطبيعي. توا نتعدوا للكيسين اللي خديتهم. نجيب سكينه ونجي. بالنسبه للكيسين هذوما زاده راهم فيهم برشا الغشه على خاطر تنجموا تلقوهم ببرايسز غاليين ويبيعوا لكم زاده كواليتي خايبه. نحن بعد ما درنا في السوق وكنا باش نشرب من عند واحد اكتشفنا انه هذوم فيهم 2 نوعيات. النوعيه اللي تحطهم في الميكرووند تسخن بيهم وكل شيء ويتنحى اللون متاعهم والزينه متاعهم تتنحى، والنوعيه اللي مصنوعين بالذمه باش تغسلهم بالماء سخون تحطهم في الميكرووند وما يصير لهم حتى شيء. اي ثينك في الاول حبوا يغشونا، حبوا يبيعوا لنا النوعيه العاديه بسوم غالي. نحن قررنا يعني ان نعملوا دوره بعد نشوفوا حبش تعال ومن بعد نشوفوا يعني من عند شكون نشرو. يا اخي طحنا بواحد ربي يعطيه ما يتمنى، قال لنا راهو يعني كيسان هذوما راهو فيهم نوعين، وراهو النوعيه اللي تغسل تكسر ربي يعطيه ما يتمنى تكسر. شوف الاخر جاب ربي قال انه الباكاجينج باش يعمل لنا باكاجينج انه مهما يصير ما يتكسرش. يا ربي يا ربي ان شاء الله ما تكسرش. هذا ما تكسرش، مي هذا اللي تكسر. وخذيت كيفهم اما كبار نحلهم ونوريهم لكم، وربي التوستر لا يطلعوا تكسروا حتى هما. هذايا الكبير وخذيت معاه هذايا الصغير. شوف المغرفه متاعو وفما اخوه صغيرون. نوريكم الاخر. This is the other one اللي نورمالمون هو the same one مع هذا اللي تكسر. This is how it looks من برا. خذيت لهم زاده نعرف شنو اسمهم هذوكم اللي تحطوا عليهم الكيس تاع القهوه.
مش صحن اما بدها كمصنوعة باش تحط عليها الكيس، ما عرفت شنو اسمها. anyway تقريبا فهمتوني. سينو هذوما اللي خذيتهم من سوق الحد متاع اكادير، صرفت حكاية 150 اورو عليهم، والاكسسوارز والساك اللي خذيتهم من مراكش صرفت عليهم 155 اورو. سو ما بين الاسواق صرفت حكاية 305 اورو. اعطوني رايكم كان عجبوكم، اعطوني رايكم على الاسواق، اعطوني رايكم على الاكسبيرينس تاع سوق مراكش. اكاهو قولوا لي بلي كان عجبكم الفيديو بحكم اول فيديو. تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على القناه متاعي وتحطوا لي لايك كان عجبكم الفيديو، ونتقابلوا المره الجايه.